عمرك حسيت انك لما بتكون بتتصرف على طبيعتك الناس بتفهمك غلط؟ طب عمرك بقى ضحكت ضحكة عفوية او حتى قلت كلمة من قلبك ورجعت تراجع نفسك وتقول هو انا قلت ليه كده؟ احنا بقينا في عالم علمنا ازاي نفلتر مشاعرنا، ازاي نتعامل مع الناس بحذر ونتصرف على حسب التوقعات. طب تعالى بقى نسأل نفسنا سؤال بسيط وصغير، هو احنا ليه لما بنتصرف بتلقائية الناس بتفتكرنا ان احنا اشخاص ضعفاء مش عارفين ندافع عن نفسنا؟ وايه اصلا يعني التصرف بتلقائية؟ يعني ايه معناه؟ التصرف بتلقائية مش معناها ان انت تكون شخص فوضوي او ان انت تقول اي كلمة تخطر على بالك. التلقائية معناها ان انت تقول الكلام اللي يرضيك ويرضي نفسك، ولا تمثل على غيرك، ولا تلبس قناع او تحفظ سكريبت عشان ترضي الناس وتكسب عندهم بونت. التلقائية مش معناها ضعف، بل ده هي قوة، ومش اي حد يقدر يكون شخص تلقائي، شخص نقي. انك تبقى على طبيعتك واستعالم بقى بيخليك ان انت تبقى نسخة مزيفة ليهم كلهم، وان انت تبقى شخص مش صريح مع نفسك، دي مش حاجة حلوة. بس تعالى نتفق على حاجة، احيانا التلقائية دي بتوجع، بتأذي الناس. عارف ليه؟ عشان بتكون واضح، انت صريح، مش كذاب. فبيبتدي الناس ان هي تبعد عنك وتتنافر وتقولك ايه، لا انا مش هتعامل مع الشخص ده تاني. بس الناس اللي تعرفك وتحبك وعارفة انت من جواك ايه، هي الناس اللي لازم ان انت تكمل معاهم، لان هما ناس عارفينك انت ايه، عارفين شخصيتك، عارفين طبيعتك، عارفينك انت نضيف من جواك، مش بتتصنع زي اي حد في العالم ده. التلقائية هي مش ضد الذكاء الاجتماعي، ولا ان انت تتصرف من غير وعي وتقول اي كلام. بس التلقائية معناها ان انت تعيش نفسك، تبقى صافي لنفسك، تضحك من قلبك. احنا على فكرة فقدنا ان احنا نضحك من قلبنا، وبقينا بنضحك قدام الناس عشان نبين لهم ان احنا فرحانين، واحنا في الاخر احنا مش موجودين اصلا. انا مش لاقي نفسي، انا تايه في الحياة دي. وده اللي احنا بيفضل يتعب في الشخص، يخلي الشخص تعبان نفسيا، مش عارف يعمل ايه، بقى مش لاقي نفسه واستعالم، بقى كل واحد تايه في مجال مختلف، تايه في حياته.